مش انا حذرتك يا اتحادي وقلت لك ان الطعميه كتير بتعمل حموضه؟ اديك خدت 3 ومع الرأفه، بس اديك اهو جبت جون وشلت 3 مش 4 زي صاحبك. انا والله العظيم كنت حاسس ان احنا بنلعب الاتحاد السكندري، كنت مستغرب هو ليه الاتحاد مش لابس اخضر، بعدين فين الزعامه؟ بس كده كانت رساله صغيره ان اللي بيتكلم في الكوره قبل الماتش كتير معروف ايه اللي بيحصل له. كل الكلام وكل التريقه من جمهور الاتحاد ما كانش فيه غير واحد بس منكم هو اللي الحقيقه قال الصراحه، فتحيه ليك. ولكن عشان برضه نقول حق، فمعروف ان جمهور الاتحاد بيحب ينكش كتير، وانا بموت في حاجه اسمها نكش، فتحيه لجمهور الاتحاد. ولكن بصراحه منظر جمهور الاتحاد في اول الماتش هم حاطين تيفوهات كان في قمه الجمال، ولكن اتوقع ان هي لو كانت من ناحيتين كانت هتبقى شكلها احلى، انتوا فاهمين قصدي. لكن برضه جماهير الاهلي معروف ان هي ولا هيفرق معاها اي حاجه، برضه صوتها هيبقى عالي وبرضه هيولعوا شماريخ، فتحيه لجمهور الاهلي. ولكن لو حطينا الهزار والسف على جنب، فبصراحه ماتش كان في قمه الجمال من الاهلي وفي نفس الوقت كان في قمه السوء من الاتحاد. الاتحاد حرفيا كان مسخره، وكان ممكن بكل سهوله الماتش ده يطلع سكور واخر 3، بس انا قصدي سكور اتقل. لكن طبعا تصدي الشناوي ضربه جزاء بنزيما كان حرفيا مفترق الطرق، يعني بالتصدي ده الثقه اللي راحت لجماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي عليت في السماء. لكن عشان نكون برضه صراحه، فتوقيت اهداف الاهلي كانت في قمه الجمال. ولو تفتكروا لما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو انت جبت جون في اول ربع ساعه ثلث ساعه الماتش هيفتح وهيبقى